عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة عن السوبر السعودي اللي توج من خلالها النصر بطلا على حساب التعاون بركلات الترجيح. بس يا شباب أعتقد أن الإضاءة قوية شوي، أنا مش قادر صراحة أشوف ولا قادر أركز مع الكاميرا. هي الإضاءة ولا لا؟ شمس النصر شيئان، الموت والشمس، لا يمكن رؤيتهما إلا حينما تدمع عينك. مبروك يا عالمي. الموسم أول بداية عام 2020 العالمي، يبدأ البطولات سوبر. مبروك للنصر، مبروك لفارس نجد، مبروك لهذا الفريق إدارة ولاعبين وجمهور. الكأس يرتفع عاليا في ليلة سعيدة. هي ليلة تاريخية على ملعب الجوهرة. النصر يتوج المرة الأولى في مسيرته بطلا للسوبر بعد أن لعب نهائيين سابقين. خسر التعاون بشجاعة هذه المباراة بركلات الترجيح. توامبا تقدم للفريق التعاوني بأول الأهداف من كرة رأسية رائعة، ولكن بعد هذه اللقطة أصيب هذا اللاعب المؤثر وترك أرضية الملعب. ضغط النصر بكل ضراوة على المرمى التعاوني حتى استطاع هداف العالم حمد الله من تسجيل هدف التعادل، واستمر الضغط النصراوي ولكن دون فائدة. ذهبت المباراة لركلات ترجيح مباشرة. نعيش معكم اللحظات الحاسمة في ركلات الترجيح. يا الله يا رب، النصر بطلا للسوبر في نسخته السادسة للأول مرة في تاريخ العالم. أول بداية. الخبر العاجل اليوم مو بأن النصر توج بالبطولة، النصر متعود على البطولات وعلى الإنجازات منذ ماجد المجد حتى يومنا هذا، ولكن أن يكسر نحسه النصر مع ركلات الترجيح ومع النهائيات. يعني النصر آخر 5 نهائيات في جدة كلها خسرها، فريق من أكثر الفرق اللي وصل مباريات النهائية. ودائما نقول عليك السعي وليس عليك إدراك النجاح. النصر كان يسعى، النصر كان يحاول، النصر كان يقترب، ولكن في كثير من الأحيان كان لا يوفق في الأمتار الأخيرة. اليوم فاز بركلات الترجيح بعد ما قدم مباراة طيبة تحديدا في الشوط الثاني. مباراة كانت ندية وقوية. طبعا يعني أعتقد أن النصر أعلن عن هدنة مع الحظ، ولكن ستستمر إلى متى لا أتذكر متى آخر مرة النصر فاز بركلات الترجيح. مبروك. أكثر ما كان يقلق النصراويين في الفترة الماضية هي فترة ما بعد سعود السويلم، الفترة اللي حدثت فيها ضجة كبيرة وطفرة كبيرة والإتيان بنجوم عالميين كبار أمثال حمد الله وأمثال مرابط وأمثال بيتروس وغيرهم من النجوم الذين يلعبون للفريق النصراوي. لكن يحسب لهذه الإدارة أنها حافظت على هذه الأسماء، وأهم محافظة قبل اللاعبين المحافظة على فيتوريا هذا المدرب الذي سبق وأن حقق هذه البطولة في البرتغال بطلا للسوبر، واليوم هو بطلا كذلك للسوبر السعودي. أحيانا أهم المكاسب في كرة القدم هي المحافظة على الفريق، وأعتقد أفضل ما عملت الإدارة الحالية إدارة السويكت والحلافي هي المحافظة على هذا الفريق. الآن النصر مهيأ لأي بطولة قادمة، متصدرا للدوري وبطلا للسوبر. من حسن حظي أني تواجدت مع عودة النصر للبطولات موسم 2014 تحديدا، وقبل مباراة الأهلي الشهيرة، ويومها النصر طلعت معي عبارة المتصدر ما يتعثر، وأيضا طلعت معي في فترة أخرى الصمت في حضرة الجمال جمال. الصمت في حضرة يعني ما عرفت كيف أعبر على روعة الجمهور النصراوي. اليوم النصر متجدد فلا بد أن نتجدد معه. كليب خاص أترككم في حفظ الله ورعايته. شكرا لكم ومبروك لكل عالمي. حلقة خاصة كانت لكل عالمي وعالمية.